ساعات وبينطلق واحد من أهم الأحداث العالمية وأهم مناسبة رياضية بهالسنة، كأس العالم قطر 2022. ومع أني ما كتير بتابع كرة القدم وما بقدر أعتبرها من هواياتي، بس هالحدث مهم كتير، خصوصا أنه عم يصير عنا بالوطن العربي. لهيك رح نحكي اليوم عن كل شي إلا كرة القدم. لتدعموني ما بدكم إشارة، اشتراك ولايك، نزل لي هالشارة. مرحبا يا علماء المستقبل، أنا وجد ياسين وهيدي قناتي من جدة وجد، واليوم رح نحكي عن كأس العالم فيفا وورلد كاب. تاريخ البطولة ابتدأ سنة 1930 لما استضافت الأوروغواي أول بطولة. بهداك الوقت كانت فكرة حضور الجماهير من كل دول العالم فكرة صعبة كتير، لأنه وسائل النقل ما كانت متطورة. عمليا مشاركة المنتخبات نفسها كانت صعبة. بأول بطولة اعتذرت كل منتخبات أوروبا ما عدا 4 منتخبات، وهالشي بسبب صعوبة السفر، والمنتخبات الأربعة اللي شاركت سافرت مع بعضها بسفينة وحدة. ومع تطور وسائل النقل زاد الحضور الجماهيري، وصار هالحدث فرصة سياحية كبيرة للدول المستضيفة لتستقبل السياح من كل أنحاء العالم. وبالوقت اللي بينفرد ملعب الماراكانا بالبرازيل بأكثر عدد حضور جماهيري لمباراة وحدة ب 199,854 متفرج، بيضل الرقم الغريب انه اكثر معدل حضور جماهيري لبطولة كاملة واللي بيوصل ل 68,991 متفرج بالمباراة الواحدة، كان ببطولة 94 اللي استضافتها امريكا. مع انه كرة القدم ما الرياضة الشعبية الاولى بامريكا ولا الثانية ولا حتى الثالثة. قطر هي اصغر دولة بتستضيف كأس العالم، ومن بعدها بتجي سويسرا اللي مساحتها اكبر من قطر ب3 مرات، وعدد المدن القطرية المشاركة 5 مدن، وهو الأقل بعد تشيلي 62 اللي استضافت البطولة ب4 مدن بس. وبتضل كأس العالم المشتركة بين اليابان وكوريا الجنوبية هي الأكثر من جهة عدد المدن المشاركة اللي وصلوا ل20 مدينة. من أشهر ملاعب العالم اللي استضافت المباريات النهائية للمونديال ملعب ويمبلي وملعب سانتياغو برنابيو وملعب ستاد دو فرانس اللي انبنى بالأصل لاستضافة مونديال 93، بس بيضل في ملعبين بيتميزوا بأنهم استضافوا المباراة النهائية مرتين، والملعبين هنن ملعب الأستيكا بالمكسيك وملعب الماراكانا الشهير بالبرازيل. قطر بدورها جهزت 8 ملاعب بشكل مميز لهالبطولة، استخدمت التكنولوجيا لتبرد الملاعب بالاعتماد على الطاقة الشمسية. من أجمل هالملاعب استاد البيت اللي تصميمه بيشبه تصميم الخيام العربية، سقفه قابل للسحب. ومنه كمان استاد 974 اللي بنوه ب 974 حاوية شحن، وهالملعب رح يتفكك بالكامل بعد البطولة ويتعمل منه منشآت رياضية مختلفة ببعض الدول النامية. شعار البطولة من الأشياء اللي بتميز كل بطولة عن التانية، وبتركز في الدولة المستضيفة على ألوان علمها وقميص منتخبها. من أشهر الشعارات شعار بطولة أمريكا 94 وشعار بطولة فرنسا 98، بس بالنسبة إلي بيضل شعار هالبطولة بقطر
هو الأجمل والأفضل، بيجي على شكل شال شتوي بيجمع العالم بألوانه الأبيض والعنابي اللي هن ألوان العالم القطري، مع تموجات بتشبه الكثبان الرملية بالصحراء، وتأكيد الهوية العربية من خلال الزخرفة العربية والخط اللي بيشبه الخط العربي. فكرة التميمة ماسكوت بتعبر بالعادة عن البلد المستضيف، وبتعمل جو من المرح والبهجة بين الجماهير، بالإضافة لاستعمالها بالدعاية والترويج للبطولة. أول تميمة لكأس العالم ظهرت بمونديال 66 بإنجلترا، وكانت على شكل أسد لابس العلم البريطاني واسمه ويلي، ومن وقتها صارت كل بطولة تستخدم تميمة خاصة، ومن أشهرها بيكي قرن الفلفل الأخضر مع قبعة سومبريرو المكسيكية الشهيرة، وبدون ما ننسى فوتكس الديك الفرنسي، وفوليكو الحيوان المدرع البرازيلي. أما قطر فاختارت الغترة والعقال لتكون شخصية اسمها لعيب. تميمة كأس العالم قطر 2022 وصنعت له عالم افتراضي وبوابة زمنية بينتقل فيها عبر الزمن ليشارك أهم لحظات المونديال بالتاريخ. فكرة وجود أغاني مرتبطة بكأس العالم ظهرت لأول مرة على 62 بمونديال تشيلي، بس أول مرة بتعتمد فيفا الفكرة لتصير رسمية كانت بمونديال 90 بإيطاليا، ومن يومها تميزت كل بطولة بأغنية خاصة فيها، ومن أشهرها أغنية ريكي مارتن كاب اوف لايف لمونديال فرنسا 98، وأغنية شاكيرا واكا واكا لمونديال جنوب أفريقيا 2010. وبمناسبة هالبطولة طلعت مجموعة من الأغاني، من أهمها أغنية هيا هيا وأغنية ارحبوا اللي انعملت بنسختين عربية وإنجليزية. اكتبوا لي بالتعليقات توقعاتكم للمنتخبات العربية بمونديال العرب، واعملوا لايك للفيديو وشاركوا برفقاتكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. باي.